لو انت شغال في التسويق فانت اكيد حاسس بالتغيير اللي بيحصل حواليك بسبب الاي اي، واكيد سمعت عن شركات بتقلل فرق التسويق بتاعتها او بتلغي وظائف معينه، وممكن تكون خايف ان دورك في يوم من الايام هيبقى مش مطلوب بسبب الذكاء الاصطناعي. والخوف ده مش غريب ولا مبالغ فيه، لان الواقع بيقول ان تقريبا 20 ل 30% من انشطه التسويق هيحصل لها اوتوميشن خلال السنين الجايه، وفي ادوار كتيره خصوصا اللي مركزه على انتاج المحتوى والتنفيذ بتتشال او بتتغير وظيفتها تماما. لكن في نفس الوقت الارقام بتقول حاجه تانية مهمه جدا: المسوقين اللي عندهم مهارات الاي اي بيكسبوا رواتب اعلى بكتير وبيحققوا عائد اكبر، لكن اللي بيتجاهلوا الاي اي بيشوفوا رواتب اقل وخطر اكبر انهم يبقوا غير مطلوبين. يعني الموضوع مش ان الاي اي جاي يلغي وظيفتك، الموضوع ان الاي اي جاي يلغي طريقه شغلك القديمه، واللي هيفضل موجود في السوق هو الشخص اللي هيقدر يستخدم اي اي كسوبر باور. في الفيديو ده هشارك معاك 5 خطوات تبني بيهم قدرات ما يقدرش الاي اي ينافسك فيها، عشان تحمي نفسك وتبقى من الناس اللي مش بس هيفضلوا موجودين في السوق، لكن كمان هيبقوا اكتر طلبا واعلى قيمه في السوق. اول حاجه لازم تعملها هي قبول الاي اي. الاي اي موجود فعلا ومفيش رجوع لورا. مش هينفع تقول انا مش هستخدم الاي اي او الاي اي مش هيعرف يعمل اللي انا بعمله، لان الدراسات بتقول ان اكتر من نص المسوقين، وفي بعض الدراسات بتوصل ل 90%، بيستخدموا الاي اي بشكل او باخر في شغلهم. يعني لو انت لسه مش بتستخدمه انت متاخر عن السوق، مش مواكب ليه. والشركات بقى تدور على ناس تعرف تستخدم الاي اي عشان تزود الانتاجيه وتقلل التكاليف. فلو انت من الناس اللي بترفض التغيير ده انت بتحط نفسك في خطر حقيقي. لكن الخبر الكويس ان الاي اي مش جاي يشيل وظيفتك، هو جاي يشيل المهام الممله والمتكرره اللي كنت بتعملها، وده المفروض يفرحك لانه هيديك وقت تركز في الحاجات الاهم والاكتر قيمه. لكن عشان ده يحصل لازم تبقى انت اللي مسيطر على الاي اي مش العكس. لازم تبقى انت الشخص اللي بيستخدمه كاداه قويه في ايدك، مش الشخص اللي الاداه بتستبدله. تاني خطوه، خليك الشخص اللي بيقود الاي اي مش اللي بيتفرج عليه. في فرق كبير بين انك تستخدم الاي اي استخدام سطحي، زي مثلا انك تدخل على تشات جي بي تي وتكتب برومبت عشوائي وتاخد النتيجه زي ما هي، وبين انك تبقى فعلا مستخدم محترف، واحد فاهم الادوات دي بتشتغل ازاي ويعرف يطلع منها اقصى استفاده. لازم تتعلم الادوات الاساسيه في مجالك بالتحديد. لو انت في صناعه المحتوى لازم تعرف ادوات توليد المحتوى وازاي تكتب برومبتس محترفه تطلع نتائج قريبه من اللي انت عايزه. لازم تعرف الفرق بين امكانيات كل اداه واستخداماتها. لو انت في الاعلانات مثلا لازم تعرف ادوات الاي اي اللي بتحسن الاعلانات، وازاي الاي اي بيساعدك في توليد اعلانات اكتر. لازم تفهم ازاي تستخدم الاي اي عشان تفهم الداتا احسن واسرع وتاخد منها بيانات تحسن خطتك التسويقيه بالكامل. الفكره هنا انك تصمم اطار عمل كامل بيعمل فيه الاي اي الشغل التقيل وانت صاحب القرار والمسيطر على النظام. مثلا بدل ما تقعد ساعات تكتب اعلانات، خلي الاي اي يعمل لك البحث والتحليل ويطلع لك ب10 افكار في دقائق، وانت هنا بتختار الافضل وتبتدي تعدل عليهم وتطلعهم باسلوبك. بدل ما تقعد تحلل داتا بشكل يدوي خلي الاي اي يحللها لك ويطلع لك انسايتس، وانت تبتدي تفسر الانسايتس ديت في سياق البيزنس وتاخد القرارات الاستراتيجيه بناء عليها. تالت خطوه، استثمر في المهارات اللي الاي اي مش بيقدر يقلدها. الاي اي قوي جدا في المهام المتكرره، في تحليل كميات ضخمه مثلا من الداتا، في توليد محتوى بناء على توجيهات موجوده، لكن في مهارات لسه الاي اي بعيد عنها تماما، ودي اللي لازم تركز عليها. أول مهارة هي التفكير الاستراتيجي، القدرة على إنك تشوف الصورة الكبيرة، تفهم السياق، تقيم المقايضات، تاخد قرارات معقدة بناء على عوامل كتيرة مش بس داتا. دي حاجة ال AI لسه مش قادر يعملها بشكل موثوق. لما تيجي مثلا تحط استراتيجية تسويقية كاملة للبراند، ده محتاج فهم عميق للسوق وللمنافسين ولنقاط القوة والضعف وللفرص والتهديدات، ومحتاج حكم بشري على ايه الأولويات وايه اللي ممكن ننجح فيه دلوقتي، وده اسمه التسويق الاستراتيجي. الاي اي يقدر يساعدك بمعلومات لكن ما يقدرش ياخد القرار الاستراتيجي ده مكانك. تاني مهارة هي الابداع الحقيقي، مش بس تكرار باترنز موجودة، لكن القدرة على انك تيجي بافكار جديدة تماما، تربط حاجات محدش فكر يربطها، تطلع حاجة اصيلة ليها روح. دي حاجة لسه بشرية بحتة. الاي اي ممكن يقدر يساعدك تطلع فاريشنز او تبدا بافكار اوليه، لكن الابداع الحقيقي والافكار اللي بتعمل فرق دي لازم تيجي منك. وتالت مهاره هي الستوري تيلينج، القدره على انك تحكي قصه تلمس مشاعر الناس، تخليهم يحسوا ويتفاعلوا. الاي اي يقدر يركب لك كلمات لكن ما يقدرش يحط فيها روح او يفهم الاحساس الانساني المطلوب لكل موقف. ورابع واهم مهاره هي الفهم الثقافي، انك تفهم جمهورك على مستوى عميق، تعرف ايه اللي بيشغلهم، ايه مخاوفهم، ايه احلامهم، ايه اللي مناسب ثقافيا وايه اللي ممكن يكون اساءه. الاي اي مش فاهم التفاصيل البسيطه دي في ثقافتنا. رابع خطوه، ابعد عن الشغل الكوموديتي الاشبه بالسلعه وانتقل للادوار الاستراتيجيه. لو شغلك الحالي كله تنفيذي، يعني مثلا بتكتب كوبي، بتعمل ريبورتات يدويه، بتنشر بوستات بشكل يدوي، ده بالظبط نوع الشغل اللي الاي اي هيستبدله بسهوله. محتاج هنا تبتدي تحول دورك تدريجيا لحاجه اصعب في الاستبدال، زي انك
تبقى مثلا براند استراتيجيست او كرييتيف دايركتور او كونتنت ليد او ماركتنج استراتيجيست، الادوار اللي بتنسق بين فرق وادوات مش بس بتنفذ مهام. الفكره هنا انك تبقى الشخص اللي بيفكر في السبب والمسبب مش بس في الكيف. بدل ما تبقى الشخص اللي بيكتب الاعلان، خليك انت الشخص اللي بيحدد استراتيجيه الحمله كلها، بيختار الرساله، بيحدد التارجت، بيراجع الكوبي اللي الاي اي او الفريق عملها ويتاكد انه ماشي مع الاستراتيجيه. بدل ما تبقى انت الشخص اللي بينشر البوستات، خليك انت الشخص اللي بيحط خطة المحتوى كلها، بيفهم الفول فانل، بيربط بين القنوات المختلفة. والنقلة دي مش هتحصل بين يوم وليلة، لكن كل يوم ممكن تحاول تاخد مسؤوليات اكبر شوية، تشارك في قرارات استراتيجية، توري انك تقدر تفكر ابعد من مجرد التنفيذ. وحاجة تانية مهمة جدا، عايزك تفكر تتخصص في نيش معين، سواء قطاع معين او قناة معينة او مشكلة معينة، عشان تبقى الخبير اللي الناس بترجع له لما يحتاجوا يترجموا قدرات الاي اي لنتائج بيزنس حقيقية في المجال ده. مثلا ممكن تتخصص في تسويق العقارات باستخدام الاي اي، او في تحسين الكونفرجن ريت باستخدام ادوات الاي اي، او في بناء استراتيجيه محتوى لشركات الخدمات فقط. التخصص ده بيخليك اصعب في الاستبدال، لان مش اي حد يقدر يعمل اللي انت بتعمله حتى لو عنده نفس الادوات. خامس خطوه، ابني بورتفوليو وسمعه توضح انك بتستخدم الاي اي بشكل فعال. الشركات والعملاء دلوقتي مش بس عايزين حد يقول انا بعرف استخدم تشات جي بي تي، عايزين يشوفوا دليل ملموس انك استخدمت الاي اي وحققت نتائج حقيقيه. لازم تبدا في بناء كيس ستاديز تقول فيها ازاي استخدمت الاي اي، سواء في تحسين كونفرجن او في تحسين الريتيرن اون انفستمنت. لازم تبدا في بناء كيس ستاديز تقول فيها ازاي استخدمت الاي اي عشان تحسن الريتيرن اون انفستمنت اللي هو العائد على الاستثمار، او ازاي حسنت الكونفرجن ريت، او ازاي زودت الانتاجيه، او ازاي وفرت وقت. الارقام والنتائج دي هي اللي بتفرق، مش مجرد انك تقول بستخدم ادوات كتير. ولو انت لسه في البدايه وما عندكش كيس ستاديز مع الاي اي، ابدا بمشاريع صغيره، حتى لو مشاريع شخصيه او تجارب، وابتدي وثق النتائج. مع الوقت هتلاقي عندك بورتفوليو قوي لما تيجي تدور على شغل جديد او تتفاوض على راتب اعلى. وكمان مهم جدا انك تفضل تتعلم باستمرار، لان الاي اي بيتطور بسرعه رهيبه، وكل شويه بتطلع ادوات جديده وتقنيات جديده. عايزك تتابع التقارير والابحاث عن الاي اي في التسويق، جرب ادوات جديده باستمرار، لان الدراسات بتقولك ان القدره على التكيف والتعلم المستمر دي من اهم العوامل اللي بتحدد اذا كان الشخص هيفضل مطلوب في السوق على المدى الطويل ولا لا. الناس اللي بتقول انا اتعلمت الاي اي وخلاص، دول هيلاقوا نفسهم متاخرين بعد سنه او سنتين، لكن الناس اللي عندهم عقليه التعلم المستمر هي اللي هتفضل دايما في المقدمه. فالخلاصه، وظيفتك في التسويق مش في خطر بسبب الاي اي، ولكن وظيفتك هتكون في خطر لو اتجاهلت الاي اي. الفرق بين المسوق اللي هيفضل مطلوب ويكسب اكتر، والمسوق اللي هيلاقي نفسه مستبدل باداه للاي اي، هو ان الاول كان بيستخدم الاي اي عشان يضاعف قدراته وبيستثمر في المهارات الانسانيه اللي الاي اي مش بيقدر يقلدها، والتاني بيشتغل بنفس الطريقه القديمه وبيتمنى ان الموضوع يعدي. عايزك تقولي في التعليقات بتستخدم ادوات ايه في الاي اي، واقول لك اذا كان في اداه افضل منها ولا لا. ولو استفدت من الفيديو ده، يا ريت تدعم القناه، والسلام عليكم.